النظام المغربي لقى روحه في صدمة كبيرة بعد ما قررت إسبانيا بشكل مفاجئ تنقص في كوطة حصة الغاز اللي كانت رايحة للمروك. مدريد خبرت السلطات المغربية رسميا باللي حصتهم من الغاز المسال تراجعت، والسبب حسب قولهم هو الضغط الكبير اللي راهو صاير على محطات التدوير في إسبانيا، خاصة بعد الحرب اللي ناضت على إيران وتوقف الإمدادات الطاقوية، وزيد قصف المواقع الأمريكية في الخليج اللي حبس الإنتاج تماك. واش راهو صاير بالضبط؟ المغرب اليوم راهو يعاني باش يأمن الطاقة الأساسية تاعو، وهذا كامل بسبب سياسة الحكومة اللي رهنت السيادة تاعها للخارج. إسبانيا والغاز الأمريكاني، شركة إينا غاز اسبانيونية راهي تخدم بالقدرة القصوى تاعها، وراهي تعطي الأولوية لتخزين الغاز الأمريكاني اللي رايح لأوروبا. الشرط الجزائري، إسبانيا راهي مطبقة نظام مراقبة واعر بزاف باش تتأكد باللي حتى قطرة غاز جزائرية ما تفوت للمروك، التزاما بالاتفاقية الاستراتيجية مع الجزائر اللي تمنع منعا باتا إعادة تصدير غازها للمغرب. النتيجة، المروك اليوم راهو محاصر بين نقص السلعة والقوانين الجزائرية الصارمة، وهذا الشيء يقدر يدير أزمة طاقة حادة تقيس كاع القطاعات تماك. محاولات الإنقاذ الأخيرة، مسؤول مغربي كبير قال لوكالة رويترز باللي المملكة راهي تحوس مع إسبانيا باش يقلبوا لافابور التدفق العكسي تاع الأنبوب في حال ما بغاتش الجزائر تجدد عقد التوريد اللي يخلص في لافين تاع أكتوبر. المغرب راهو يحاول يستغل الموانئ الإسبانيونية باش يجيب الغاز المسال ويفوتوا في نفس الأنبوب، وراهم بداو يمدوا في رخص الاستيراد للشركات كخطوة احترازية باش ما يقعدوش في الظلمة. مضيفا أن بلاده تجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام موانئها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام خط الأنابيب نفسه. ولفت المسؤول المغربي إلى أن بلاده أعطت تصاريح شراء لمستوردي الغاز احترازا من عدم تجديد الجزائر لاتفاق خط